السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أكلتنا أكلة سفيحة، طبعا معجنات. عنا هون هلا أول شغلة بحط كاسة حليب مشان أفترها شوي. عنا بسم الله الرحمن الرحيم. هاي كاسة حليب ونضيفها بالغلاية بسم الله. وبنفترها يعني شوي صغيرة، ما بدنا اياها تغلي كتير، يعني تفتيرة صغيرة يعني، بس مشان نقدر. هلا بنحط معلقة سكر بقلب الغلاية وبنحط لها ظرف خميرة وبنحركها وبنتركها 10 دقايق لحتى يتفاعل الخميرة مع الحليب، وهون نقدر نعجنها. هلا بعد ما فترت عنا كاس الحليب، هلا بنضيف له معلقة سكر، نعمل لها تحريكة. عنا هون ظرف خميرة بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل له تحريكة صغيرة. هلا بنغطي وبنترك 10 دقايق لحتى الخميرة تتفاعل. طبعا عنا هون بعد ما اختمرت الخميرة، شوف كيف تضاعف له حجمه، طلع هيك. بسم الله الرحمن الرحيم. ودائما قبل ما نعجن بنحط السوائل، بيسهل علينا بالعجين. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا هون كاسة شاي زيت أبيض بسم الله، كمان بنضيفها. واحنا المي نتحكم فيها، كل واحد حسب الطحين الموجود عنده. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا أنا راح أضيف لقدر شي كاسة مي، وبقدر إني أضيف وأنا عم بعجن. خليني أنخل الطحين. هلا عنا ضفنا الخميرة وضفنا مي وضفنا الزيتات. هلا بندخل الطحين، يعني طحين قدر شي 1.5 كيلو أنا يعني حاطة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بعد ما نخلنا الطحين نضيف له بس شوية مي على الوش، بس مشان ما يطرشنا. ودائما الملح خلوه آخر شي، ما بنحط الملح لأنه بيطول لحتى يتفاعل الملح مع الخميرة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط أول شي على الخفيف مشان ما يطرش طحين، بعدين بنقدر نقويه. هلا عنا بعد ما عجناها شوي صارت هيك بهالطريقة. هلا بنحط لها معلقة ملح صغيرة، هاي معلقة ملح بسم الله. وفيني احط كمان بعد شوي صغيرة. وطبعا عنا المي فاترة، لا سخنة سخنة ولا حامية كتير، يعني معتدلة. واحنا الميات اللي حطيناهن حطيت لسه بعد نص كاسة، لانه احنا ضفنا كاسة الحليب وضفنا لها كمان كاسة زيت ابيض، لهيك انه انا بعرف معتدل المي عندي. بسم الله. هلا بنشغلها شوي. هاي عنا صارت بهالشكل ما شاء الله.
عندنا هون طشت حاطين احنا فيه، دهناه شوية زيت ابيض. وهي قوام العجينة، هي مطاطية كمان. هيك لازم تكون، لا طرية طرية ولا قاسية. بسم الله. هلا دهنا الطشت شوية زيت ابيض، وهلا بنغطيها وبنتركها شي من بين الساعة للساعتين لحتى يتضاعف حجمها ونبلش فيها. طبعا عنا هون هلا 3 بصلات، وعنا هون 6 حبات بندورة، وعنا معلقة ونص ملح، وعنا معلقة فلفل مليانة. هلا قطعنا البصلات بهذا الحجم عشان نقدر نحطها بالماكينة. هلا عنا بعد ما خلصنا البصل كمان البندورة، هلا نفس الشي كمان بنرجع بنخلطهم كلياتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا عنا طحنا البندورة مع البصل، عنا هون هلا معلقة فلفل حكينا عنها. بسم الله نديرها. هاي معلقة ملح، هاي كاسة شاي دبس رمان. بسم الله. نعمل لهم خلطة. هلا بنضيف اللحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هلا بعد ما خلطناها صارت هيك بهالشكل، كل شي جاهز. ضبطنا ملحاتها والفلفل. هاي هيك خلصت عنا. هلا بنغطيها بنحطها بالبراد لبين ما تختمر العجينة ونبلش فيها. طبعا عندي هون بدي اعمل كبة نية. انا ناقعة كاسة وصل لي شي ساعة ناقعتها. طبعا هلا بنضيف لها معلقة فلفل صغيرة، نص معلقة. بسم الله. كمان قرفة ناعمة كمان نص معلقة. فليفلة متخنة حمرا يعني مع الأمليانة، فيكن تحطوا حلو فيكن تحطوا حدة. وهي كمون كمان معلقة صغيرة. هاي زنجبيل ربع معلقة. كمان 7 بهارات كمان ربع معلقة. وعندنا هذا الأساسي مردقوش، هذا كمان فينا نحط كمان معلقتين انه طيبة. هلا عنا هون بنضيف له ملح، هاي معلقة. ما بنكتر، نقدر ندقلها بنتحكم فيها.
يعني مع الأول شوي حطيت له. هلا عنا هون حطينا هون، نعمل له هيك تحريكة. عنا هون بصلة واحدة، نقطع ناعمة مشان نخلطها معاهم. سمي بالله وما نبلش. هلا طبعا احنا خلطناها، بس بدنا نعملها نرجع دور تاني. وطبعا انا حاطه الشفرة على الناعمة. هلا بنرجع نعملها خلطة تانية. هلا بعد ما سوينا الكبات دور تاني، بنحط لها معلقة فليفلة، دبس فليفلة نحط لها معلقة، كمان دبس بندورة كمان مع الأمليانة. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا نخلطهم. كمان انتوا فيكم تضيفوا البهارات انتوا اللي بتحبوها. طبعا هلا هيك دعكناها منيح، حتى البهارات والبندورة ودبس الفليفلة كله تشرب واخد. هاي ما شاء الله. هلا بنريحها بالبراد وبنشكلها الحجم اللي بدنا اياه احنا. هلا عنا هون هاي الجبنة موزاريلا قطعناها بهذا الحجم، وعنا هون معلقة صغيرة سمنة، وطبعا زبدة كمان فيكم تحطوا. عنا هون بقدونس وملح. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بنحط البيضة. عنا هون ملح، انتوا بتتحكموا الملح اللي بدكم اياه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحط البقدونس ونشوف اذا كتار بدنا نضيفهم. صارت عندنا جاهزة ان شاء الله. شوفوا حجم العجينة، اللهم صل على النبي. ما شاء الله.
هلا بنقرص العجينة الحجم اللي احنا بدنا اياه. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا كورناهم وهلا بنغطيهم لبين ما حتى يحمل الفرن ونبلش فيهم. يلا تكلوا. هلا كورناهم هيك بهذا الشكل لبين ما يحمل الفرن ونبلش فيهم. هلا عندي هاي صينية انا حطيت فيها ورق زبدة. هلا بسم الله الرحمن الرحيم بنرش شوية طحين. بسم الله ما شاء الله والله هي عم تمد لحالها من دون شوبك. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا قرصناهم بهالشكل. هلا بنحط لها لحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. فينا نمد على ايدنا احسن. بسم الله. هذا بنحطه على الصينية. هاي سوينا رسين. هلا خلصنا الصينية. هلا بنساوي جبنة. بنحط بجبنة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله.
هاي ما شاء الله طلعت اول صينية. هاي ما شاء الله طلعنا اللحمة. هاي ما شاء الله الجبنات. بسم الله الرحمن الرحيم. والله طيبين، بشتهيكن معانا. هاي خلصنا، هي كانت أكلتنا لليوم. هاي لحمة سفيحة، هاي ما شاء الله، هاي طرية. هاي ما شاء الله الوش تبعها، وهي الجبنة. وبتمنى تتابعوني لايك ودعمكم اشتراك بالقناة وجربوها، والله العظيم كتير كتير طيبة. وهاي كاسة لبن عيران ما شاء الله معاها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.